عليكم. كيبداو الفيلم ديالنا مع واحد رجل اعمال عنده شلل رباعي. قدام عنده واحد الشخص طويل وغريب الاطوار في الميناء. كيبداو الناس كاملين كيتختاروا منهم واحد باش يكون موجود الخدمه. يقدر يثبت راسو. ماري كتكون هي السكرتيره ديال رجل الاعمال. كل واحد كيعطي السي في ديالو والمهارات اللي عنده. ماري كتسولهم علاش جيتو لهاد الخدمه اصلا. كاين اللي كيقول لها على قبل الفلوس، وكاين اللي كيقول لها حيت كيبغي الرعايه وكيحب خدمته. فيليب حتى لدابا ما مقتنع بحتى شي واحد. هادي على اللي جا الدور ديالو باش يدخل، ولكن كيجي واحد اللوين سميتو ادريس كيقول لها انا قاعد هنا من الصباح. كيدخل عندها فعلا وكيحط قدامها الوراق. انا بغيت غير تمضي ليا باللي ما نفعش لهاد الخدمه باش نقدر ناخذ الاعانه من الحكومه. وكتقول ليه جلس ماك داخل مزروب، عطيني على الاقل السيفي ديالك. ويقول لها الاسامي ديال المغنيين غريبه وكيقول لها هذا هو السيفي ديالي. وفيليب كيسولو شكون هادو. هنا كيعرفوا باللي ادريس ما مثقف وما كيعرف والو على الموسيقى. كيبقاو كيهضروا شويه وكيقولوا فعلا ما كتعرف والو على الموسيقى. وفيليب كيولي عنده فضول يسمع القصه ديالو. كيقول لهم ادريس بحال ما قلت لكم انا غير كنجمع 3 د الامضاءات باش ناخذ الاعانه الاجتماعيه. هنا كيعرفوا باللي ما غاديش يمضيها ليه دابا. وكيقول له رجع غدا وخذها. خونا كيخليهم وكيتحرك. كيرجع للدار وكيكون كيغسل. ولاد ختو كيبقاو مصدعين ليه راسه وكيلعبوا في الحمام. كتجي ختو كتخرجهم وكيقول ليها ما عرفت حتى نرتاح في هاد الدار. كان جالس كيشوف من الشرجم وخارج من طوموبيله مشبوهه. ملي دخل عليه كيسولو فين كنتي كيجاوبو باللي كان في المدرسه وخرج بكري. دريس كيحس بلي كاينه شي لقطه ماشي هي هادي. من بعد كتجي امو من برا وكيعطيها بيضه هديه وكتقول له حتى 6 شهور وانت غابر علينا وفي الاخر جيب لي بيضه. تليفون ما عيطتيش ليا. كيقول لها كان في فاكونس. وكتجاوبو انت واش كتصحاب راسك هنا في اوتيل خارج داخل على خاطرك؟ راه كاينين وليدات صغار في الدار وانا اللي كنصرف على كل شيء. بعد كتجري عليه وكتقول ليه ما بغيتش نشوف وجهك مره اخرى. كيبقى دريس الليل كامل مع الشله الفاسده ديالو. هما اصلا صحابو. بعد كيمشي لدار فيليب باش ياخذ الورقه اللي سينا ليه. كتستقبلو وحده سميتها ايفون وكتبدا تعرفو على فيليب وكيفاش عايش. وحتى الدار كتوريها ليه بلاصه ببلاصه. دخلوا الغرفه وكتقول ليه هذه هي البيت ديالك وهذا الحمام ديالك. كيتصدم ملي كيشوف الحمام وكيقول ليه هادشي كامل حمامي. كيدخل عند فيليب وكيشد الورقه. ولكن قبل ما يمشي كيقول ليه فيليب اصلا ما تقدرش تخدم في حتى شي خدمه، وحتى الا خدمتي معايا ماديرش تقدر تكمل حتى 2 سيمانات. كيقمروا على بعضياتهم باللي دريس يقدر يكمل 2 سيمانات. من بعد كيجيب حوايجو وكيبدا يتعلم كيفاش يعتني بفيليب. وايفون عرفوا باللي خاصو يحرك كل مفصل في الجسم باش الدم يدور مزيان. ودريس كيكون متحمس بزاف كيوريها باللي فاهم كل شيء. كيهز فيليب وكيحطو فوق كرسي متحرك. ولكن ايفون كتقول ليه رد بالك خصك تربط الحزام حدا كرشو باش ما يطيحش. بداو يدوشوا ليه وكيبدلوا ليه حوايجو. من بعد كيكتشف باللي خاصو ينشف ليه من بعد الحمام. دريس ما تقبلش الفكره نهائيا وكيقول ايفون مستحيل ندير شي لعيبه بحال هادي. ولكن في الاخير كيضطر وكيقبل. كون جالس كياكل فوق السطح وكيشوف بنت فيليب مع واحد الدري كيهضروا. في الاخر كيخرجوا من تما وكيكتشف باللي فيليب ما كيحس بوالو. من بعد كتجي ايفون وكتعيط ليه. ولكن دريس بسرعه كيولف الروتين اليومي ديال فيليب. كل مره كيتعلم من الغلط ديالو. مثلا خاصو يحط تليفون حدا ودنين فيليب بدل ما يعطيه ليه في يديه. اللي يدخل يعوم خاص يكون عنده اللاسلكي باش يسمعو. كيتعلم حتى كيفاش يحل الجوابات اللي كتجي. لكن فيليب كيقول ليه هاد الجواب خليه راه خاص. وفي مره ايفون كتجي تعيط عليه على قبل التاخير. ولكن كتلقى في الشنطه ديالو اسلحه خطيره وكدير راسها ما شافت حتى شي لقطه. ومن بعد هما خارجين كيرفض يحط فيليب في الكار ديال الخدمه. قرر يسوق احسن طوموبيل فخمه عنده. كيلقى واحد حابس قدام الدار. وفيليب كيعرفوا باللي ديما كيوقف تما. ولكن دريس كيمشي عندو كيخرجوا من طوموبيلته وكيقول ليه قريتيش اللافته اللي محطوطه هنا؟ الراجل كيقول ليه اسمح لي ما غاديش نوقف هنا مره اخرى. دريس كيكون فرحان بالموقف. لكن ايفون ما عجباتهاش الطريقه اللي كيتعامل بها مع الناس. بعد كيمشيو للمتحف وفيليب كيبغي يشري قطعه فنيه. ودريس كيشوفها غير لوحه عاديه بزاف. ولكن فيليب ما مهتمش لهضرته وكيشريها بثمن غالي بزاف. من بعد فيليب كيمشي يشوف واحد قريب ليه وكيعرفوا باللي دريس عنده الصوابق عادليه وحتى خرج من الحبس هادي 6 شهور. ولكن فيليب ما كيهموش الكلام وكيقول ليه ما عندك حتى شي حق تدخل في حياتي. من بعد كيخلي ماري تكتب ليه رساله حب. وبالليل كيكون فيليب عيان بزاف ودريس كينوض لعندو بيحط ليه الكمادات. ومن بعد فيليب كيقول ليه راني مخنوق وما قادرش نبقى في الفراش. دريس كيهزو كيخرجوا يدوروا في شوارع باريس ومشاو حتى كماو الحشيش. ومن بعد كيمشيو للمطعم وفيليب كيبدا يحكي ليه قصه حياته. وكيقول ليه بلي تعرف على مراته اليس في الجامعه وكان عنده 20 عام وانها دارت 5 المرات اجهاض. المره الدكتور قال لها بلي ما غاديش تعيش بزاف بسبب المشكل اللي في قلبها.
ومن بعد قرروا يتبناو والد، وكيقول لي حتى هو باللي كان كيعشق الرياضه والمنافسه وحتى الطيران المظلات. نهار كان الجو خايب وكانت معجعجه القضيه، ولكن قرر يطير حيت عرف باللي مراته اليس كانت نفسيتها تعبانه بزاف، وقال خاصو يشاركها الام ديالها، لكنه طاح وتهرسوا ليه جوج الفقرات في ظهره ولا ما كيقدرش يطير غير في احلامه. ومن بعد كيقول لي دريس انا البيضات اللي خديتي راه مرتي كانت جابتها لي هديه. وفي الغد كيمشي دريس عند اختو كيقول لها فين البيضه اللي جبت ليكم، ولكن كتجاوبوا باللي ما عارفه حتى شي حاجه على الموضوع. من بعد كيعرف منها باللي خوه مشدود وكيمشي يخرجو حيت تشد مع شي دراري وضربهم. الدار مع خو كيقول لي مالك ومالي انت اصلا مختفي وما كتسولش علينا. ومن بعد كيسبوه كيمشي. ماري كتكتب جوابات لحبيبه فيليب، ولكن ادريس ما عجبوش الكلام اللي كيتكتب وكيقول ليه اش هاد الهضره راك بهاد الطريقه غادي تهربها منك. ومن بعد كيسول ماري الا شي واحد صيفط لك جوابات فيها هاد الكلام كامل شنو غادي ديري. ماري كتجاوب باللي كاين بنات كيعجبهم هاد النوع ديال القصائد القديمه وكل بنت وشنو كيعجبها. دريس كيخطف الجواب من يد فيليب وكيقول لي انا غادي نعيط ليها باش تهضروا مزيان وتشوفوا بعضياتكم. ولكن فيليب كيتعصب وكيبدا يغوت عليه مالك وهذا الموضوع خلي الظرف من يديك. ادريس كيسمع الكلام ولكن فعلا كيهضر معاه في التليفون وكيحط السماعه حد ودنين فيليب وكيخليه في موقف محرج بزاف. في هاد اللحظه بنتو كتدخل على ادريس بلا ما تخبط عليه الباب، كيتعصب عليها وكيقول لها ما تدخليش على حتى شي واحد حتى تخبطي الباب. وهي كتجاوبو واش انت اصلا كتعرف ترسم واش كتعرف حتى تقرا. كيتعصب عليها بزاف وكيجري عليها من الغرفه. من بعد كيمشي عند فيليب وكيقول ليه بنتك الا ما فرقاتنيش غادي نضربها. فيليب كيقول ليه تكالما شويه وفهمني شنو دارت. دريس كيقول ليه راه كتحكم في كل شيء في الدار بحال الا الناس حيوانات وحتى الاحترام ما عندهاش. ومن بعد كيمشي وكيخليه فد كيبدا يدوش ليه ويضبط ليه كلشي وحتى شعرو كيسرحوا ليه. ومن بعد كيخرجوا كيتفسحوا شويه وكيدوروا في شوارع باريس وكيمشيو لبلايص زوينين بزاف. وكان داك النهار عيد ميلاد فيليب ودريس لابس افخم كوستيم عنده. كيمشي كيجلس حدا ماري وكتقول لي واو شنو هاد الفخامه راك بحالك بحال ترامب. ومن بعد كيمشي عند اليزا وكيلقاها كتبكي وكيقول لها شنو اللي مضايقك. كتقول ليه بلي حبيبها ولا كيعاملها خايب. يقول لها ما تخافيش هبطي حضري الحفله معنا. كيس كيتفاجئ بالموسيقى اللي شالي فكيبدل الجو كامل وكيجيب كاسيت كبير وكيشعل موسيقى حماسيه وكيبدا يشطح وكيخلي الناس كاملين كيشطحوا معاه. وفيليب كيكون فرحان بزاف حيت اول مره يحس بعيد ميلادو بهاد الطريقه. غد فيليب كيمشي باش يقابل الحبيبه اللي كان كيبعث ليها الجوابات وعمرو ما شافها في حياته. كيكون جالس مع ايفون ودريس وكيخليهم وكيمشي عند حبيب اليزا وكيهدو الا عاودتي طلعتي للدم ما غاديش دوز على خير. ومن بعد هو صايك كيشوف مو خدامه كتمسح في الشراجم وكيبان ليه بلي تعبانه بزاف وما قاداش على هاد الخدمه. وفي نفس الوقت فيليب كيكون كيتسنى بزاف وكيعيط لدريس باش يجي ياخدو حيت مخنوق بزاف. من بعد كيركبوا في الطياره وفيليب كيعطي لادريس ظرف فيه الفلوس وكيكتشف بلي اللوحه اللي رسمات تباعت ب 11000 يورو. كيتصدم حيت ما كانش متوقع اصلا شي حد يشريها. وفيليب كيعرفوا باللي الا بقى كيرسم لوحات اكثر غادي يربح فلوس كثيره بزاف. من بعد فيليب كيبقى يقنع دريس يركب بالمظله ويطير معاه ولكن دريس كيقول ليه راك مجنون مستحيل ركب. ولكن في الاخير كيطلعوا دريس كيكون خايف بزاف وكيبدا يغوت هبطوني غير هبطوني. من بعد كيرجع للدار وكيلقى خوه جا لعندو حتى هو داخل في مشاكل جديده وكاعي مع بنادم. كيدخلوا للغرفه وخوه كيقول ليه دابا انت عايش في هاد النعمه كامله وما جبتيش عائلتك تعيش معاك. صادو دريس كيقول ليه ما تمس حتى شي لعيبه حتى الرجع. من بعد كيمشي عند فيليب وكيبدا يعاود ليه على قصه حياته. كيقول ليه بلي ملي كانت عنده 8 سنين العم والعمه ديالو خداوه من السينغال باش يعيش معاهم حيت ما كانوش كيخلفوه. وخوه الكبير اللي هو با كان عنده بزاف ديال الدراري وخداو دريس وخوتو حيت كان هو الكبير فيهم. وكيقول ليه الاسم الحقيقي ديالي هو بكري ولكن في الحي كانوا كيناديو عليا دريس. فيليب كيقول ليه خاصك ترجع تعيش مع عائلتك حيت ما غاديش تبقى طول حياتك خدام عندي. في الغد كيجمع حوايجو وهو غادي كيودع ماري وايفون وكياخد خوه ويمشي يصالح مو ويرجع للدار. اما فيليب كيدير اعلان جديد باش يجيب شي واحد يخدم بلاصه دريس. كيكون طالع عليه الدم بزاف حيت الراجل اللي جا غلطو كيعاملو بحال شي مريض في السبيطار وهادشي فيليب ما كيدوزوش وكيقول ما تبقاش تابعني. اما دريس كيرجع لحياته القديمه وفيليب الحاله النفسيه ديالو كتدهور ولا مخنوق من كلشي وباغي غير دريس يرجع. بعد كتجي ايفون عند دريس تقول ليه بلي فيليب عيان بزاف وما بقى كيسمع حتى شي واحد. كيمشي لعندو وكيعمل ليه مفاجاه. فيليب كيفرح بزاف كيهزو كيخرجوا يدوروا الدنيا كلها زحام لكن دريس كيسوق بسرعه كبيره وكيخالف القوانين والبوليس بدا كيجري موراه. دريس كيتراهن مع فيليب على 200 يورو الا خلى البوليس يرافقهم.
كيوقفهم والبوليسي كيسولو لا الصايب بهاد السرعه. دريس كيدخل في الدور وكيقول ليه بلي الراجل مريض بزاف وغادي يموت وخاصهم يوصلوا للسبيطار دابا. البوليسي كيصدقهم وكيطلع قدام وكيحل لهم الطريق حتى للمستشفى، وفعلا كيوصلوا. ولكن اول ما البوليسي كيمشي هما كيخرجوا بسرعه قبل ما يجي شي واحد من الاستقبال. في الغد كيحسن ليه القادومه، ومن بعد كيمشيو للمطعم. دريس كان واجد ليه مفاجاه كبيره، جاب ليه الحبيبه اللي كان كيبعث ليها الجوابات وعطاها موعد بلا ما يعرف. وفيليب تفاجأ باللي راها زوينه بزاف. القصه كانت حقيقيه فعلا. رجل الاعمال الفرنسي دابا عايش في المغرب ومتزوج بهذيك السيده وعنده جوج ديال الدراري. ودريس فتح شركه كبيره في المغرب وحتى هو تزوج وعنده 3 ديال الدراري، وحتى لدابا باقيين صحاب بزاف. هنا سال الفيلم ديالنا وتعلمنا من هاد القصه باللي مهما كانت الحوايج اللي واقفه في طريقك ما تستسلمش ليها، بل حاربها بكل القوه اللي عندك. الحياه كتقدر تصدمك وتحاربك وتجبرك تستسلم، ولكن خاصك توقف على رجليك وتقول للحياه الا كنتي ضدي فانا كنعشق التحدي والمواجهه. خليها تجيب كل القوه اللي عندها. انت غادي تحارب بكل القوه اللي عندك، حيت المستحيل ما عندوش بلاصه عندك. وحتى الا تكسرتي الحياه هي اللي تكسر قبلك. ولا كنتي ندام شي مع الفيلم ونسيتي تشترك في القناه اشترك وفعل الجرس وما تنساش لنا شي كومونتير زوين. كان معكم اسامه، تلاقاو في فيديو جديد. سلام الله عليكم.